قال له الملك: أنا معجب بذكائك وحكمتك، وأنا سعيد بما فعلت. لقد أنقذت المدينة من شر عظيم عجزنا جميعا عن التخلص منه لسنوات، لذلك لن نتركك ترحل، وستعيش معنا في القصر، وسأزوجك من ابنتي التي أنقذت حياتها. فرح الشاب والفتاة بقرار الملك، وفرح الأهالي بموت الأفعى، وأقاموا الأفراح 7 ليالي. وتزوج الشاب من الفتاة وعاش معها في سعادة وهناء. وفي هذا الوقت شاهد أخاه الشجرة تنمو وتخضر، فعرف أن أخاه بخير وأنه سعيد في حياته. في أحد الأيام كان الشاب يستعد للخروج، التقى به الملك وسأله: إلى أين أنت ذاهب؟ قال الشاب: أنا ذاهب في رحلة صيد في الصحراء القريبة. قال الملك: لا تبتعد كثيرا نحو الجبل، هناك ساحر شرير يسكن في كهف في أعلى الجبل، ومن يقترب منه سيصاب بسحره ويمرض، ويكون شفاؤه صعبا للغاية. قال الشاب: لا تقلق، لن أذهب إلى هناك. جهز الشاب أمتعته وركب حصانه وخرج، وأثناء سيره في الطريق كان يفكر في الساحر، وأخذه الفضول أن يذهب إلى الجبل ويعرف حقيقته، فقد كان يظن أن الملك يبالغ في كلامه وأنه لن يصيبه سوء. اتجه الشاب ناحية الجبل ووقف أمام الكهف يحمل سيفه وينتظر خروج الساحر. وبعد قليل خرج الساحر من كهفه، وكان منظره مخيف. شاهد شابا راكبا على حصانه ويحمل سيفا. عرف الساحر أن الشاب يريد أن يقتله، وقبل أن ينزل الشاب من على حصانه أمسك الساحر بعصاه وتكلم بكلمات غير مفهومة، فخرج شعاع من العصا يشبه الصاعقة في اتجاه الشاب وحصانه، فسقطوا على الأرض في الحال وهم عاجزين عن الحركة. ضحك الساحر بصوت عالي وبسخرية، وتركهم عاجزين عن الحركة ويتألمون، ودخل كهفه. في هذه اللحظة كان أخاه يجلس عند البئر، فشاهد الشجرة وقد اصفر ورقها وبدأ يتساقط. علم أن أخاه قد أصابه مكروه وأنه في حاجة إلى المساعدة. نهض من مكانه وركب حصانه وأسرع باحثا عن أخاه. وفي الطريق أوقفه راعي غنم، ظنا منه أنه الشاب اليتيم الذي أنقذه من الذئاب، فقد كان الشبه بينهما كبير. وقال له الراعي: إن أغنامك قد كثرت، تعال خذها. فعرف أن أخاه قد مر من هنا، فقال له: سوف أعود. وتركه وأكمل طريقه. مر بقرية فصاح الناس ينادون عليه، فنزل عن حصانه وتحدث معهم، وعرف أن أخاه يسكن هنا وأنه متزوج من ابنة الملك، فأسرع إلى